خلي بالنا قوي من الريباوند اللي في العلاقات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي بيخرج من علاقة ويقوم بسرعة داخل في علاقة تانية، خلال شهر 2 3 4 5، كل ده سرعة شديدة. اللي بيدخل في العلاقة التانية دي لا إما بيبقى قاصد بيها انه مثلا يغيظ الطرف الاخر، يحسسه انه هو انا استغنيت عنك ودخلت في علاقة ومبسوط وسعيد والكلام ده، او بيبقى مكسور عاطفيا جدا وفي احتياج شديد انه يعوض الفراغ الكبير اللي سابه الطرف التاني. وفي الحالتين هو بيأذي نفسه او بتأذي نفسها وبتأذي شريك الحياة اللي بترتبط بيه او بترتبط بيها. ليه؟ لان ده ما بيبقاش علاقة حقيقية، ما بيبقاش حب حقيقي، ولا بيبقى داخل تحت العقل وعارف هو بيعمل ايه او عارفة بتعملي ايه. ما بيبقاش اصلا لسه حصل التعافي الكامل من العلاقة السابقة. فلو سمحتم، حتى لو تحت بند انكم تغيظوا الطرف التاني، فيعني رأفة بنفسكم وبالآخر اللي داخل العلاقة الجديدة، أجلوا الموضوع شوية لغاية ما تتعافوا تماما وتبقوا بتتصرفوا بعقل مع القلب، بعيدا عن أي انفعالات أو آثار من العلاقة اللي فاتت.